وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر. دكتور أحمد، بداية ما حجم الخسائر بجامعة الأزهر نتيجة لأحداث العنف التي شهدتها؟ جامعة الأزهر طبعا الخسائر قدرت بما يتجاوز 10 ملايين جنيه، لأن مدى التخريب والدمير التي حدثت أمس لا يليق بطلاب أن يكونوا في جامعة الأزهر. وجامعة الأزهر بريئة من هذه الفئة الضالة التي تريد أن تخرب وتدمر جامعة الأزهر. ما حدث بالأمس يا سيدتي إنما هو عملية قرصنة وبلطجة لا يمكن أن تليق مطلقا بطلاب جامعة الأزهر. نعم. وقد استعانوا بكثير، أقول لك جميع الحرف كانت موجودة بالأمس، النجار كان موجود، الحداد كان موجود، الذين يحضوا الأجهزة الكمبيوتر خاشين على الهارد اللي فيه أسرار وفيه المستندات. يعني عملية كانت ممنهجة ومدبرة، ولهذا الجامعة بمشيئة الله سوف تتخذ عقوبات رادعة وزاجرة تجاه هؤلاء إن شاء الله. والعقوبة إن شاء الله التي تنتظرهم إن شاء الله هي نهائيا من جامعة الأزهر الذي لا يليق بها أن يكون فيها مثل هؤلاء الذين خربوا ودمروا مثل كما رؤي على العلن في جميع القنوات سواء محلية أو دولية. نعم دكتور أحمد، الوقت الذي تحتاجه هذه الإصلاحات ما هو؟ أنا صراحة أنا بتوجه بالشكر الجزيل إلى طبعا وزير الإسكان والتعمير الدكتور ابراهيم محلب، الذي طبعا قام طبعا بالحضور الى جامعه الازهر في المساء. والرجل طبعا يعني نتوجه له بالشكر الجزيل على ما قدمه لجامعه الازهر وحرصه الشديد على ان تكون الجامعه ان تعود كما لو كانت افضل واحسن من ذلك، وهذا ما رايناه اليوم. لقد ظهرت هذه البصمات والصيانه التي تجرى الان 24 ساعه يا سيدتي مستمره، وان شاء الله قد وعدنا في ظرف 96 ساعه، يعني 4 ايام على الاكثر ان شاء الله ان يكون المبنى الاداري صالحا للعمل به ان شاء الله. نعم دكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر، شكرا جزيلا لك.